السلام عليكم متتبعين ديالي، مرحبا بكم في قناه عالم جميله السوسيه. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الفيديو اولا واحد الجوله بجانب ميناء اكادير اللي كتعتبر من اهم الموانئ المغربيه المتواجده في الجنوب، واللي كتقدر المساحه ديالو 121 هكتار او تقريبا او ما يعادل 12 كيلومتر تقريبا. فكيف ما قلت لكم يعني هو من اهم الموانئ المغربيه اللي كتواجد في الجنوب، بفضل التجهيزات العصريه والمعدات الحديثه اللي كيتوفر عليها، واللي تيخلي البواخر والسفن كتعبر البحر في احسن الظروف وبكل امان. وهذا الشيء هو اللي كيساهم في تنميه الاقتصاد الوطني. فهنا ان شاء الله غادي نبدا لكم تصوير مدينه انزا اللي كتواجد بنواحي اولا بضواحي مدينه اكادير. وهنا هو الحد ديال، يعني بديت لكم من الحد ديال الميناء، هنا من أنزا متجهة يعني نحو مدينة أكادير ولا السونطر. أنا غادي نبدا لكم من الحد ديال الميناء. فهنا ميناء أكادير يعني راه منقسم مجموعة من المحطات، كل محطة باش مختصة. فهنا كجهة مختصة للسفن، وجهة يعني مختصة لتخزين البترول، وجهة مختصة لتخزين الحبوب، وجهة مختصة للمحلات للتخزين. كيف ما كتلاحظوا هنا كاينين هاد الصهاريج هادو ديال البنزين والغاز الطبيعي. هنا ملي يعني تيعمروا دوك البوطات اللي كنستعملو حنا في المنزل. كتلاحظوا يعني هاد المحطة هادي شحال شاسعة، يعني اللي مختصة بتخزين البترول، كذلك يعني الغاز الطبيعي. يعني في هاد الميناء هذا هنا كتم أهم التبادلات التجارية اللي بين المغرب والدول الأخرى. يعني هناك بضائع مستوردة بحال الحبوب والفحم، وكاينه الصادرات اللي كتصدرها المغرب لبرا، مثل السمك المجمد والمصبرات والحوامض. فهنا الا كتلاحظوا هنا مع الشمس ما كيبانش التصوير مزيان. هنا هذه الخزينه العامه لتخزين الحبوب. وهنا كذلك في الميناء يعني كتصنع واحد الحاجه اللي الاغلبيه ما تعرفوش مناش مصنوعه، وهي ديك الماكله ديال الدجاج اولا اللي حنا معروفه عندنا بالكوانو. يعني هي راه مصنوع داك الماكله ديال الدجاج مصنوعه من المزيج بين الحبوب والاسماك، يعني تيخلطوهم وتيطحنوهم. وهو فاش يعني هاد الجوج مكونات هو مناش مصنوع ديك الماكله ديال الدجاج اولا الكوانو. في الاول كان الميناء ديال اكادير في الماضي يعني مخصص اساسا غير للصيد ديال الاسماك فقط، ما كيتعداش هاد المهام هذا. ولكن تدريجيا ولا ميناء للصيد والتجارة والصناعة والتبادلات التجارية من حيث الاستيراد والتصدير، يعني ولا متعدد المهامات. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونكون انني وصلت لكم واحد شويه من معلومات حول ميناء اكادير. يعني ماشي شي معلومات كثيره، ولكن غير واحد شويه فقط، واحد تقريبا واحد 10% ديال المعلومات. كنتمنى انكم تدعموني، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم وتعاليقكم محفزه، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. وما تنسوش تبقوا تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.